وانا اللي كنت فاكره انهم بالثوم والكمون بيتبلوه وفي الدقيق والزيت بيقلوه، اتاريهم في الكيس بيحطوه وعليه التتبيله وبيسيبوه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وكل اللي بطلبه منكم دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. تتبيلتنا النهارده تتبيله مطاعم للاسماك، اي نوع سمك انت عندك، بس السمك المقلي بس. عندك بقى سمك بولتي او شبار زي ما بتسموه، معرفش انتوا بتسموه عندكم ايه، انزلوا واكتبولي. اللي معايا النهارده هو كيلو الا ربع، متنضف طبعا ومتشال من عليه كل القشور ومتنضف كويس جدا جدا. وهنبتدي نعمل له تتبيله لطيفه وسهله جدا. عباره عن ايه؟ كوبايتين من الميه وعليهم كمان معلقه كبيره من البابريكا، وكمان معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الكزبره، وعليهم الملح. واظبطي الملح، خديها كده قاعده عندك، دايما السمك بيحب الثوم والليمون والكمون، يعني دول اكتر حاجات لازم تكتريهم في تتبيله السمك عشان تاخدي سمكيه طعمها يبقى مميز. ضيفي ليمون كتير وقلبي تقلبتين، وتعالي بقى وروحي عندك هاتي كيس حلو كده في صينيه، وابتدي ان انت تضيفي كل كميه السمك اللي معاكي. الخطوه ديت ممكن لمعظمكم تعتبر خطوه ملهاش اي لازمه، بس انا بالنسبه لي كانت دي فكرتي في الاول، لكن لما جربتها عرفت ان هي ليها لازمه ولازمه كبيره كمان. هتضيفي كميه التوابل ديت على السمك في الكيس، وهتفضلي بقى ايه تربطيه كده حلو وتقفلي عليه. انا عايزه التتبيله ديت تبقى ماليه السمكيه كلها، وتسيبيها لمده نص ساعه. في حله عندك على النار هتضيفي 3 معالق كبار من الزيت، وتكون معاكي كمان بصلايه كبيره بشراها او مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفين معايا ده. هنا مش شرط ان انت تحمري البصلايه لحد لما تاخد اللون البني الغامق، لا، انا دلوقتي هقولك على فكره حلوه تاخدي منها اللون البني من غير ما تحرقي البصله. هتضيفي الاول الكمون والكزبره وتقلبي تقلبتين لحد لما البصلايه تدبل معاكي، وتبقي في الوقت دوت محضره كوبايه ونص من الرز المصري. هتضيفي عليهم معلقه كبيره من الصويا صوص الغامق، وهو ده اللي هيديني اللون الرز المطاعم او اللون البني اللي انت بتاكليه في المطعم. اكيد هم طبعا ما بيحرقوش البصلايه عشان ياخدوا اللون البني ده، لا، هم بيضيفوا الصويا صوص. ورق غار، وتضيفي الميه السخنه وتهدي عليه النار خالص اول لما يغلي. نروح بقى للتتبيله اللي احنا دايما بنعملها في البيت، اللي هي ايه؟ معلقه توم كبيره، كمون، وكمان كزبره، معلقه صغيره من الكاري، وكمان عليهم معلقه كبيره من هريسه الشطه. ضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الخل وتقلبي تقلبتين. ودي التتبيله اللي احنا عملناها في الاول خالص. طبعا بتفضي السمك بالتتبيله، وما ترميش التتبيله ديت علشان انا هقولك ليه دلوقتي حالا هنستخدمها. والتتبيله التانيه اللي احنا عملناها ديت بتحشي بيها السمكيه وتتبليها كويس جدا. بس خلي بالك انا عايزاكي تسيبي ايه معلقتين كده على جنب، وهقولك ليه دلوقتي حالا. انا قبل ما بتبل السمك ده بكون اخده ايه شويه كده منهم على جنب، وهقول لكم انا بعمل بيهم ايه. بعد ما بتبل السمكه بتاعتي الحلوه ديت، عندك بقى طبق حلو كده بتضيفي ايه؟ بتضيفي كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم نص كوبايه من النشا، وكمان ملح وكاري. الكاري هنا بيديني طعم حلو جدا للاسماك، ما تقلقوش منه خالص. بتبتدي ان انت طبعا تفضلي ان انت تعملي كفر حلو من الدقيق والنشا للسمكيه الحلوه اللي معاكي ديت. والتتبيله الاولانيه اللي احنا عملناها بتضيفي فيها السمكيه، ومره في التانيه وتروحي مرجعاها تاني للدقيق بالنشا. لو انت عايزه تاكلي السمك يبقى كريسبي قوي او يبقى مقرمش قوي، تعملي الخطوه ديت مرتين. انا هنا عملتها مره واحده بس، واكتفيت ان هو يبقى ايه نص قرمشه، مش قرمشه قويه يعني. انا طبعا بعتذر لكم جدا على صوتي عشان عندي دور برد، يا ريت اتمنى ان انتوا تدعوا لي ربنا يشفيني كده ويرجع لي ايه صوتي تاني. بعد ما بخلص الكميه كلها ببتدي طبعا ان انت لازم تنفضيه كويس جدا من الدقيق والنشا، علشان ده بيأثر على التحمير لما تيجي تحمريه في الزيت، وهيبقى معاكم بالشكل دوت. قبل لما نحمر السمك بقى هنروح للرز بتاعنا. اللهم بارك، لون بقى وريحه وطعم مش قادره اقول لكم بيبقى عامل ازاي. جربوا الطريقه ديت وهي هتعجبكم جدا. هنروح لاخر خطوه معانا، وهي ازاي نقلي السمك. مش ازاي نقلي السمك، عشان انا عارفه انكم كلكم بتعرفوا تقلوا السمك، بس الطريقه الصح اللي تخلي السمكيه معاكي مستويه. النار في الاول تبقى عاليه جدا جدا، بعد ما تنزلي بالسمك وياخد لون تخلي النار متوسطه، وتقليبه في التانيه على الهادي كده لحد لما يطلع معاكي بالشكل ده. دي التتبيله اللي احنا قلت لكم اخدنا منها معلقتين، بضيف عليها نص كوبايه ميه، ربع كوبايه خل، وكمان بزود ملح، وبضيفها على السمك اول لما يطلع وهو سخن جدا جدا. وبألف هنا ليكم، عملنا اكله كامله متكامله.
عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت مختلفه جدا عن الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين ان احنا بنعملها في البيت. سمكية هتلاقوها من بره مقرمشة ومن جوه كده طرية وناعمة وجميلة، الرز طعمه مختلف، تاكلي معاها بقى جرجير او طبق سلطة مخلل زي ما بتحبوا. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.